السلام عليكم احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. ضيفنا النهارده قائد تيم العتاولة، ملوك الحصريات، كابتن وليد توفيق. نورنا يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. نورك يا هبة، ده نورك والله ونور كل الموجودين. شاطرة، حد مجتهد، حد بسم الله ما شاء الله عليه بصراحة. بتمنى لك تسلم لي يا التوفيق رب. دايما في كل خطوة انت بتخطيها. ربنا بس ان شاء الله يعمل. نفيد جمهورنا، وان شاء الله نطلع لهم بحاجة كويسة ان شاء الله. تسلم لي يا رب. الاول ايه رايك في الصورة؟ تحفة. اخواتي دول، اخواتي دولت اخواتي وصحابي من ساعة ما احنا طلعنا على كنت انا طبعا على الفيسبوك واليوتيوب، ومن ساعة ما انضميت على التيك توك. دول اخواتي، ابو شهد وسليم وصقر وجيمي، طبعا في شيتوس تحت، وفي طبعا دودي، وفي كباتن اللي هم دايما معانا دايما باستمرار. مساء النور. طب ماشي، جاهز يا كابتن؟ جاهز طبعا، طبعا جاهز، طبعا جاهز. عندنا سؤال تقليدي بقى بنسأله لكل الضيوف، وهو عرفنا بنفسك بره الميديا. طيب، مبدئيا انا مدير شركة ملابس من 2013. اشتغلت محاسب، وبعدين تدريجيا بقيت مدير شركة ملابس ملمار في مصر. طبعا الفرع بتاعي التاني الرئيسي للشركة بيكون في تونس. الحياة الأسرية، متزوج، تونسية، عندي بنوتة. ان شاء الله ربنا يخليها لك يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب. بنوتة كنت ليلي، مبسوط؟ ليلي وليد توفيق. ما شاء الله ربنا يخليها لك. كنت مبسوط بقى لما كانت بنوتة ولا كنت عايز ولد؟ لا، كنت مبسوط بتفرق الحاجات جدا، دي مع البنات. كنت مبسوط جدا، كنت مبسوط جدا جدا، عشان بيقولوا إن البنت دلوعت أبوها. دايما بيقولوا كده، دايما بيقولوا كده، البنت دلوعت أبوها. هي فعلا هي اللي بالدنيا عندي، هي كل حاجة عندي. ساعات بتعمل مشاكل بقى وماما بتغير منها وحاجات زي كده. جدا جدا. بتهتم بيها شوية. اه طبعا طبعا طبعا، كل اللي هي بتكون عايزاه او بتشاور عليه او بتعوز، لا لا، ده لازم يجي لها، لازم، لازم يجي لها. ربنا يخليك. ربنا يا رب يخليك يا ليها يا رب رب. يا رب يا رب. عايزين بقى نتكلم على الصورة، وليه انت الوحيد اللي لابس قناع في المجموعة؟ مبدئيا اللي لابس القناع ده مش انا، امال مين؟ امال مين؟ ده انت فين صقر. فيهم بقى؟ انا اللي انت لابس مين بقى في نضاره، الصورة؟ لابس نضاره على اليمين، انا اللي جنب ابو شهد. مم. يعني لابس قناع ده كابتن صقر. كابتن صقر ده دوت اللي ماسك السوشيال ميديا، هو والاستاذه دنا عندي المونتاج. آه، الاتنين ماسكين لي السوشيال ميديا وماسكين وصقر. ده القناع. هو معتز بالقناع. ومين بقى اللي على يمين صقر ومين اللي على شماله؟ اللي لابس بدلة ده أبو سليم، ده أخويا وعشرة عمري، أخويا وصاحبي وحبيبي. وجيمي طبعا سلام. ده جامايكا بتاعنا. جيمي اللي لابس طاقية، ده تحليل، بسم الله ما شاء الله عليه، تحليل التاكتكس. وأبو شاهد طبعا احنا عارفين اللي هو جنبي، في مهندس كهرباء، طاقة عليا، حاجة زي كده، ضغط عالي. وجيمي محامي، وصقر شغال في حاجة مهمة من غير ذكر اسمها. وابو شهد مدير شركة ضرايب في السعودية. ده كبرنا، بس ده كبرنا يا عم ابو شهد. ده حبيبي، ده حبيبي، ده حبيبي. هما بالنسبة لك أصدقاء ولا بس يعني الجروب بتاعك على الميديا؟ هتصدقيني لو قلتلك ان احنا بالنسبة لي دولت مش اصدقائي، دول بالنسبة لي اخواتي، اخواتي حرفيا. بعيد عن كل شغلنا، بنختلف كتير كتير، بنختلف وقته، ده هد الامور شوية على الناس. لا مش وقته دلوقتي، بس احنا لازم نتكلم فيه دلوقتي. هو قول. الرائج. آه يقول لك لا، ابو شادي يقول لك لا، انت هتثير الجدل، انت هتثير الجدل. ابو سليم
ابو سليم دايما لا احنا لازم نتكلم في كل شيء، ما نسكتش. جيمي جيمي دوت بقى اللي انا عاوز اقول لك، اللي هو بيحلم بالماتش قبل الماتش بيوم. دي حقيقة. ابو سليم ابو سليم دايما لا احنا لازم نتكلم في كل شيء، ما نسكتش. جيمي جيمي دوت بقى اللي انا عاوز اقول لك، اللي هو بيحلم بالماتش قبل الماتش بيوم. دي حقيقة. قبل الماتش بيوم بيكون عارف الماتش فيه ايه والدنيا ماشيه ازاي فيه. مم. صقر هو ودانا كارثه في المونتاج، ضغط عليهم كتير. انا بقول لك بجد بجد انا بضغط عليهم كتير 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 جدا جدا. لما انت بتكون مقطع اللايف كله، اللايف بيقعد ساعتين، مم. ساعتين ونص. فانت ممكن تكون في كلمة انا تعجبني من هبة قالتها في الموضوع بتاعي، مم. اتصل بيه اقول له الكلمة بتاعت هبة في الموضوع فلان لازم دي تتقطع وتنزل. هبة سبقت اي حد وقالت خبر عندي لازم ينزل من على لسانها، مش من على لسان انا. لازم هي تكون يبقى ليها هي السبق بدوت. افهم من لما كده انا ان انت بقول متعب، بتتعبهم معاك. جدا جدا انا متعب جدا جدا، ومش متعب كمان في الشغل ده، انا متعب في الحياة ومتعب في البيت ومتعب في كل شيء. لا لا. بس بتقدر توفق يا كابتن بقى ما بين اليوتيوب والفيسبوك وشغلك وبيتك والتيك توك والفيديوهات وكل ده، بتقدر توفق ما بينهم ازاي؟ هقولك، مبدئيا انا بخلص شغلي، ببدأ شغل الساعة 7 الصبح، بخلص شغل الساعة 1، بروح انام لغاية الساعة 5. بيكون في حد تبعنا برضه، بس ده خارج المجموعة خالص، هو مم. خارج المجموعة خالص حرفيا. بيكون كاتب لي السكريبت بأخبار وبيبعتها لي على الواتساب. ايوه. فما عليا ان انا محمد أسامة، مهندس إلكترونيات، محمد أسامة ابن أختي. ربنا يخليكم لبعض يا رب. يا رب. بس هو اللي ماسك لي الصفحات، وهو اللي بيساعدني في موضوع الصفحات والتكدس بتاعت الأخبار، عشان ممكن حاجة تسقط من دماغي، ممكن حاجة مثلا. مين في مجموعتك يا كابتن ممكن يأثر على رأيك؟ أبو شهد. حب ولا اقتناع؟ حب واقتناع. الحب الأول وبعدين اقتناع. الحب الأول بعدين اقتناع. يعني أبو شهد هو لولا وجوده أنا عصبي جدا، عصبي جدا. ممكن في عصبيتي ديت آخد قرار، وعايز أقولك على حاجة، أتعصب وآخد القرار وبحلوه وبوحشه أنا هكون قده. يعني إن كان الاختيار أو القرار هيكون في صالح وليد أو هيكون ضد وليد، في كلتا الحالتين أنا هكون قده. أنا هعمل ده وهعمله علشان أنا مقتنع بيه وهكمله للآخر. بس طبعا بيكون في واحد واقف لك كده، هو أبو شهد واقف لك في النص كده. لأ، ده ما تعملوش دلوقتي، اسمعني، لأ ده لأ دلوقتي. طب ليه؟ هتعرف قدام. بس هو أبو شهد بصراحة. حتى لو لقيت الخطوات كانت غلط من الأول، حتى القرار لو مش كانت صح. الخطوة حتى لو كانت الخطوات غلط من الأول، حتى لو كانت إيه. بس أنا عاوز أقول والدنيا مش معلومة قدك. حلوة، عايز أقول معلومة. اتفضل. أبو سليم. بس أنا بشوف أبو سليم هادي عنك كتير. بيبان بس كده. بشوفك لا لا أنت لا لا على طول لا مش حقيقي. لا لا، بيبان بس كده. هو بيبان كده. لا. أقول لك على موقف حصل، كنت أنا في لايف أنا وهو، وفي زملكاوي أبو سليم بيحاوروا كده. فأبو سليم ما هو يا عم، أنا بقول لك كلام مقنع. يا عم أنا لو قلت لك لو حد صغير، طفل صغير
بيقول لك الكلام ده هيقتنع بالكلام ده. مم. فهو ابو سليم عمال يقنعه، وهو مصمم اني ايه اللي بقول لك ايه